اللي في الصورة ده دكتور أيمن مصطفى، استغل مهنته كدكتور نسا وتوليد ومارس العلاقة مع 93 سيدة وفتاة في عيادته، وكان بيصورهم فيديوهات صوت وصورة. في سنة 2023 دكتور أيمن 58 سنة، دكتور نسا وتوليد، متجوز مرتين وعنده أولاد وبنات كبار، ساكن في بيته بمنطقة رود الفرج. العيادة في بيته بالدور الأول، واللي كان عبارة عن شقتين، شقة لاستقبال المرضى وغرفة كشف، والشقة التانية للعمليات الصغيرة زي الولادة والإجهاض وتركيب اللولب. الواقعة بدأت قبل 16 سنة، وتحديدا عام 2007 لما دكتور أيمن كان بيستقبل في عيادته بعض حالات لسيدات عايزين يعملوا عمليات إجهاض، ولما يقعد مع المريضة ويعرف إنها حامل من علاقة غير شرعية بيبدأ يبصلها بنظرة تانية خالص، ويطمنها ويقول لها إنه موافق على مساعدتها في العملية مقابل مبلغ مالي كبير، وبيحدد معاها وقت العملية واللي هتكون في العيادة ومستنيها لوحده. وأول ما المريضة بتوافق على الميعاد هو بيتخيل إن موافقتها دي موافقة مبدئية منها على الدخول معاه في علاقة غير شرعية. فالمريضة بتيجي في الميعاد وبتدخل العيادة الخاصة بالعمليات وتبدأ تجهز للعملية من حيث استعدادها للملابس. وقتها دكتور أيمن بيديها حقنة البنج، فالمريضة جسمها بيرتخي، وأول ما المريضة بتتخدر تماما دكتور أيمن بيمارس معاها العلاقة الأول وبعدين يعمل لها العملية، وكل ده بيكون موثقه بالموبايل، فيديو صوت وصورة. وبعد العملية المريضة بتبدأ تفوق، تحس إن في حاجة مش طبيعية حصلت لأنها مش واخدة بنج كلي. دكتور أيمن بيقول لها إن بالفعل حصل اللي هي حست بيه، وكمان صورها فيديو صوت وصورة، وكمان بيجبرها تمضي على وصل أمانة بقيمة 50,000 جنيه علشان لما يعوزها تاني يجيبها تاني، وإلا هيبلغ أهلها باللي حصل. ولأن السيدة دي بتكون حامل من طريقة غير شرعية فبتخاف وبتمضي على وصل الأمانة وتسكت. الأمر موقفش لحد هنا، ده كمان كان بيعمل كده مع الستات المتجوزة اللي كانت بتروح له هي وجوزها علشان عايزين ينزلوا الجنين لأسباب خاصة بيهم، وبتيجي وقت العملية والست بتدخل لوحدها غرفة العمليات، أما جوزها بيستناها بره. فالدكتور أيمن كان بيديها بنج، وأول لما بتاخده بتكون مش قادرة تتحرك لكنها بتكون واعية وشايفة اللي حواليها. دكتور أيمن كان بيمارس معاها العلاقة وهي مش قادرة تقاومه أو ترفض اللي بيعمله، وبعد ما بيخلص ويعمل لها العملية بعدها بيقول لها إن كل حاجة كانت متصورة فيديو، ولو فكرت إنها تقول لجوزها أو أي حد فبيتها هو اللي هيتخرب وهيخلي فضيحتها على كل لسان، وإن الموضوع ده تم برضاها. ولأن الست بتخاف على سمعتها وبتكون في حالة صعبة بعد العملية بتسكت وما بتتكلمش، ده غير كمان إنه بمضيها على وصل أمانة بقيمة 50,000 جنيه علشان يضمن سكوتها وعلشان لما يعوزها تاني تجيله غصب عنها. ده غير كمان إن كان في أهالي بيودوا بناتهم المتجوزين يعملوا عمليات إجهاض بسبب إن حصل مشاكل بينها وبين جوزها ومش عايزين بنتهم ترتبط بولد من الزوج بعد الطلاق، حتى دول مرحمهمش، وكان بيعمل معاهم نفس اللي كان بيعمله مع باقي الحالات اللي عنده. دكتور أيمن بيستمر لحد عام 2013 على نفس الوضع، لحد لما في سيدة بيحصل معها نفس حالة الاعتداء وبتقرر إنها ما تسكتش وتقدم فيه بلاغ، لكن بعرض السيدة على الطب الشرعي لم يتم إثبات الاعتداء عليها. وأثناء المحاكمة دكتور أيمن بيقول إنه عاجز جنسيا وبيطلب بالكشف عليه، وبالفعل الدكتور بيأكد انه عاجز، ودكتور أيمن وقتها بيخرج براءة، لكن بسبب الشوشرة اللي حصلت على سمعته الحالات اللي بقت بتيجي للعيادة بقت قليلة جدا. ورغم كده دكتور أيمن بيستمر في علاقاته وتخدير المرضى الستات والبنات علشان يصورهم معاه أثناء العلاقة إرضاء لرغبته، لحد لما في يوم بنته بتقول له إن صاحبتها تعبانة وعايزة تجيله علشان تكشف عنده ويخلي باله منها، وهو عمل بالوصية. وبالفعل دكتور أيمن بيدي ميعاد لصاحبة بنته، والبنت بتروح مع بنته للعيادة، فبيخلي بنته تستنى بره العيادة وصاحبتها بتدخل غرفة الكشف لوحدها. وأثناء الكشف دكتور أيمن اداها محلول المفروض إنه فيه مسكن، لكن لما البنت أخدته اتخدرت، ما كانتش تعرف إن المحلول ده كان جواه مخدر، والبنت بيغمى عليها. فدكتور أيمن بيعتدي عليها رغم إنها كانت بنت. وبعد ما البنت فاقت دكتور أيمن هددها إنها لو اتكلمت أو قالت لحد فهو مصور كل حاجة فيديو، وكده هتفضح نفسها وهيقول إنه كل حاجة تمت برضاها وإنها ما تخافش ولا تقلق من حاجة لأنه كده كده هيساعدها ترجع بنت تاني. ومش بس كده، ده مضاها على وصل أمانة 50,000 جنيه، ولما مضتش هيفضحها ويقول لأهلها. البنت لسه صغيرة فبتخاف وبتمضي على وصل الأمانة وبتسكت. واستمر الدكتور أيمن في عمليات الإجهاض اللي بيعملها للستات بمقابل الفلوس، وكمان إجبارهم على العلاقة معاه وتوقيع على إيصالات أمانة، لحد لما في واحدة من اللي كانوا بيترددوا عليه قالت له إنها حامل منه. وقتها دكتور أيمن بيساعدها في تنزيل الجنين وبيخليها تمضي على وصل أمانة علشان لما يعوزها تجيله تاني. ومن ضمن ضحاياها السكرتيرة اللي بتشتغل عنده، بيطلب منها إنها تدخل معاه في علاقة غير شرعية.
السكرتيرة لانها من اسرة بسيطة ومخطوبة ومحتاجة للمرتب اللي بتاخده من العيادة، بتفضل تراوغه علشان تحافظ على وظيفتها. ولما دكتور ايمن بيحاول معاها اكتر من مرة السكرتيرة بترفض، فدكتور ايمن بيتهمها بسرقة 48,000 جنيه من العيادة عنده، واجبرها تمضي على وصل امانة بالمبلغ، ولو ما مضتش هيبلغ الشرطة. السكرتيرة بتخاف وبتمضي على وصل الامانة. السكرتيرة كانت عارفة انه خلاها تمضي على وصل الامانة علشان يجبرها على العلاقة معاه، لكنها ما قدرتش تعترض علشان ما تدخلش السجن، واستمر الوضع ده لحد عام 2023. بتدخل ست العيادة بيجيلها ألم في المعدة عادي، بتدخل تكشف، فدكتور أيمن بياخدها شقة العمليات لأن حالتها محتاجة محاليل ومسكنات للألم. وبعد تركيب المحاليل الست بتتخدر، وأول لما بتفوق بتصحى تلاقي نفسها بدون ملابس، ودكتور أيمن اعتدى عليها. ولما بتواجهه باللي حست بيه بتتفاجئ انه بيقول لها انه مصور كل حاجه فيديو، وبتزها كمان علشان تمضي على وصل الامان، انها لو فكرت تتكلم هيبلغ اهلها. الست بتتصعق من اللي حصل معاها، واول لما بتخرج من باب غرفه الكشف وهي مصدومه بتقول للسكرتيره اللي حصل معاها واللي عمله الدكتور، فبتتفاجئ ان السكرتيره بتقول لها انه كمان ممضي السكرتيره على وصل امانه ب 48,000 جنيه علشان يجبرها على العلاقه معاه. ولما بيتكلموا مع بعض الست بتعرف من السكرتيره انه بيعمل كده مع حالات كتير سواء برضاهم او غصب عنهم، وكمان بيمضيهم على وصولات امانه علشان لما يعوزهم يطلبهم تاني. علشان كده الست دي والسكرتيره بيتفقوا انهم يبلغوا رجال الامن، وبالفعل بيطلعوا من العياده على قسم شرطه رود الفرج وبيقدموا بلاغ. الست بتقدم بلاغ بالاعتداء اللي حصل عليها، والسكرتيرة بإجبارها على إمضاء وصل الأمانة. رجال الأمن بيتحركوا فورا وبيطلع إذن من النيابة، وبتنتقل قوة من رجال الأمن للعيادة والبيت، وبالتفتيش بيلاقوا هارد ديسك مساحته كبيرة جدا فيها صور وفيديوهات مع ضحاياه 93 سيدة وفتاة. وأول لما بيتم القبض عليه البلاغات بتتوالى على قسم الشرطة من سيدات وفتيات اتعرضوا للابتزاز من دكتور أيمن، ده غير السيدات اللي تم استدعائهم واللي صورهم كانت موجودة في الفيديوهات وهم متخدرين ودكتور أيمن بيعتدي عليهم. بيوت كتير اتخربت بسببه، وبيتم توجيه تهم من سيدات وفتيات كان بيقيم معاهم علاقة عن طريق الابتزاز سواء برضاهم أو غصب عنهم، وكمان بيصورهم بدون علمهم، غير تهمه بعمليات الإجهاض اللي كان بيعملها. دكتور أيمن قال في اعترافاته إنه عمل كده كنوع من أنواع الهزار والمتعة والمزاج علشان يتفرج على نفسه ويحس إنه بطل، وقال إنه مريض نفسيا. الغريبة إنه كان بيتعامل ببرود جدا، إنه ما عملش حاجة كبيرة تستدعي كل اللي بيحصل معاه، لحد يوم محاكمته عام 2023 بيتم الحكم عليه بالإعدام. الحكم كان مفاجأة للكل، واللي كانوا متوقعين إن أقصى عقوبة هتكون 15 سنة سجن، لكنه حكم رادع علشان جرائم بعض الدكاترة اللي انتشرت الفترة الأخيرة، ولأن الطبيب رسالة سامية ومهنية واجتماعية قبل ما تكون مجرد وظيفة. حكم رادع لكل طبيب ممكن يستغل مهنته، ونصيحة لكل بنت وست تاخد حد معاها وهي رايحة تكشف عند أي دكتور، أمان ليها من بعض أصحاب النفوس الضعيفة.